بعد ختام أحداث موسمنا العاشر بقبض جماعة الكومنولث على إيسجل ويوجين ورجوع انضمام نيجين لمجموعته في ألكسندرا وهجوم فيرجيل على كوني بعد نجاتها من انفجار المنجم وما زالت على قيد الحياة. تعالوا بينا نستكمل أحداث موسمنا الحداشر والأخير واللي هنشوف فيه حرب ألكسندرا ضد جماعة الحاصدون ومحاولتهم للصمود في نهاية العالم. وبنروح بسرعة مع يوجين وإيسجل ويوميكو ومعاهم برنسس اللي انتقلوا لاسم المعالجة من المستوى الأول، وبنعرف ان ده المكان اللي بيتم استجواب الاشخاص فيه عن بياناتهم. وبنلاقيهم قدروا يفتشوا الاغراض اللي كانت معاهم واتفاجئوا بعملة دولار كانت موجودة مع برنسس، وبعد اسئلة كتيرة جدا رجعوهم على زنزانة واحدة بعدها. وبنلاقيهم بدأوا يتجمعوا داخل الزنزانة وبيفكروا في الهروب من المكان، ولكن بيقول لهم يوجين انهم لازم يفضلوا عشان يوصلوا للهدف اللي كانوا جايين عشانه، هو مساعدة ألكسندرا ضد جماعة الهامسون، وده لانهم لسه فاكرين انه حرب ألفا ما زالت مستمرة. وبيتفاجئوا بفتح باب الزنزانة فجأة وبياخد حارس شخص غصب عنه علشان يعملوا له إعادة معالجة، وهنفهم قدام كمان شوية كده يعني ايه معالجة ويعني ايه إعادة معالجة. ولكن بالله يوجين وإسجل ويوميكو بدأ الخوف والقلق يسيطروا عليهم ويتملكوهم، فبدأوا يفكروا في الهروب فعليا. وبنلاقي يوجين ويوميكو قدروا يوصلوا البدلتين من بدل الحراس وأخدوا بعض الأسلحة ورجعوا أخدوا إيسكيل وبرنسس وكأنهم أشخاص مقبوض عليهم، وبيكونوا على وشك الهروب أخيرا من المكان. ولكن بتتفاجئ يوميكو برسائل مكتوبة على الحيط، وبنعرف إنها رسائل من الأشخاص الموجودة للأشخاص المقربين اللي فقدوهم. فبتتفاجئ برسالة أخوها الجراح اللي كانت معتقدة إنه مات، فقرروا يرجعوا مرة تانية. وبنلاقي يوميكو طالبة مقابلة الأشخاص اللي كانوا بيحققوا معاهم، وبالفعل بيقابلوها. وبتقول لهم يوميكو إنها عارفة إنه المكان هنا شغالين بنظام الدولار، وعشان كده بدأوا يقلقوا لما اتفاجئوا بوجود عملة مع برنسس، وده لأنهم عاوزين يحتكروا وجود العملة لوحدهم. وبتوضح لهم إنها متأكدة إنه أخوها الجراح مازال عايش وموجود عندهم. بيستغربوا جدا من شجاعتها وطريقة كلامها، ولكن كان طبيعي لأنه يوميكو كانت شغالة محامية قبل وباء الزومبي. وبنلاقيهم أخدوا يوجين لاستجوابه مرة تانية عن إذا كانوا عندهم وطن جايين منه أو لأ، وبيحذروه إنه ما يكذبش عليهم. فبيقدر يوجين بذكاء يقنعهم إنه فعلا ما عندهمش وطن، وبدأ يحكي لهم حكاية ستيفاني اللي اتعرف عليها وكان جاي لمقابلتها. فحاولوا انهم يحتموا داخل محطة مترو ويكملوا طريقهم تحت الارض، ولكنهم كانوا حذرين جدا لانهم ممكن يقابلوا الزومبي في طريقهم، ده غير انه النفق مظلم فبيكون الطريق فيه مخاطرة كبيرة جدا على حياتهم. وبنلاقيهم بدأوا يسمعوا أصوات غريبة ومخيفة داخل النفق، فبيبدأوا يقلقوا زيادة ويتفاجئوا بعدها بهجوم قطيع كبير جدا من الزومبي عليهم. فاتقسموا المجموعتين، مجموعة تواجه أعداد الزومبي ومجموعة تانية تحاول توصل لمخرج من النفق. ولكنهم بيكتشفوا هروب 2 من جماعة هيلتوب واتفاجئوا بعدها بهجوم قطيع كبير جدا من الزومبي عليهم. فتقسموا المجموعتين، مجموعة تواجه أعداد الزومبي ومجموعة تحاول توصل لمخرج من النفق. ولكن للأسف الشديد بيكتشفوا إن المخرج الوحيد مسدود بقطر، وبنلاقي أعداد الزومبي كبيرة جدا، فبيطلب منهم ديرول إنهم يطلعوا بسرعة فوق القطر. فبتبدأ المجموعة يساعدوا بعض في الطلوع للقطر، ولكن بيتفاجئ ديرول بإنه الكلب راح في طريق تاني، فبيقرر ديرول يروح بسرعة يلحقه. وبنلاقي ماجي مستنية تطمن على الأشخاص الأول، وبتكون لسه هتطلع، فبيكون الزومبي على مسافة خطوات قليلة جدا من ماجي، فبتحاول تستنجد بنيجين بسرعة لكنه بيرفض مساعدتها. وبتبدأ ماجي تحكي لهم حكاية، وهي انه ماجي اثناء ما كانت في طريقها مع ابنها هيرشل قابلوا راجل عجوز طلب مساعدتهم، وفهمهم انه بيحاول يوصل اكل ولبس لزوجته في مكان بعيد، وانهم لو قدروا يساعدوه هيسلمهم كمية كبيرة من الاكل. لكن اكتشفت ماجي وجود مخدر مع الشخص ده، فعرفت انه بيخدعهم، لكنها وافقت تساعده عشان تقدر توصل لمكان الاكل. وبالفعل وصلوا على المكان، ولكن قدرت ماجي تقتل الراجل العجوز قبل ما يخلص عليها. ودخلت البيت بعدها، لكنها اكتشفت وجود 3 جثث زومبي داخل البيت، من ضمنهم جثة سيدة كانت حامل، لكنها تحولت لزومبي وتحول الجنين في بطنها لزومبي هو كمان، وكان بيحاول ياكل بطن امه عشان يقدر يخرج بره جسمها. واتفاجئت بانه باقي الجثث اعضاء جسمهم متقطعة بشكل صعب ومتعذبين. فمن الوقت ده ما بقتش ماجي تتعاطف مع اي شخص ما يستاهلش،
وبنلاقي المجموعة تأثروا هم كمان باللي ماجي حكته، وبيقرروا يكملوا طريقهم بعدها، وبيقدروا يخرجوا أخيرا من طريق النفق وبيوصلوا لطريق الغابة اللي للأسف ما بنلحقش نفرح لأنه بنكتشف جثث مقتولة متعلقين على الأشجار. بنتفاجئ بعدها بظهور جماعة الحاصدين اللي بدأوا تصويب الأسهم على المجموعة من كل مكان، وبنلاقي جبرن اتصاب بسهم في رقبته، ونيجين بيتصاب في رجله، ودانكل اللي بنتفاجئ انه على وشك الموت، وكل اللي للأسف بيتذبح قدام المجموعة. وبتختفي جماعة الحاصدين بعدها بعد ما روقوا على المجموعة آخر رواقة. وبنلاقي ماجي انفصلت عن المجموعة لأنه الحاصدون كانوا بيحاولوا يوصلوا لها، ودخلت بعدها داخل مدرسة مهجورة، لكنها اتفاجئت بهجوم شخص من الحاصدين من ظهرها، فحاولت ماجي تطعنه بسكين وحدفته بعدها، وقابلت أولدن ففرحت جدا، ولكن للأسف هجم عليهم شخصين كمان وقدروا يطعنوا أولدن، فراح نيجين يساعدهم وقدر يقتلهم، وساعدوا أولدن وأخدوه معاهم بعدها، ولكنهم اتفاجئوا بصوت استغاثة أجاثا اللي حاصرها مجموعة من الزومبي، فبيروحوا بسرعة ينقذوها، وبتاخدهم بعدها على مكان دانكل اللي بيكون على وشك الموت، فبتودعوا ماجي وبيكملوا طريقهم بعدها، وبيفضلوا فترة طويلة في طريق الغابة، لكنهم بيتفاجئوا بحصار قطيع من الزومبي، فبيفضلوا يتواجهوا معاهم، لكن للأسف بيقدروا يهجموا فجأة على أجاثا وبيبدأوا أكل جسمها. بتحزن ماجي جدا وبتكون رايحة تساعدها، لكن بيلحقها نيجين وبيهربوا بعد كده، وبيتفاجئوا في الطريق بجثة شخص محروق متعلق في شجرة ومكتوب فوقه كلمة خاين، وبنعرف ان ده جزاء اللي بيخون جماعة الحاصدين. وبيقابلوا في طريقهم كنيسة فبيقرروا يدخلوا يحتموا جواها، وبنلاقي ان أولدن بدأت حالته تسوء، فبيطلب منهم أولدن انهم يقفلوا عليه باب الكنيسة ويسيبوه لانه هيبقى حمل عليهم، ويكملوا هم طريقهم ويرجعوا له بعدها، فبيوافقوه وبيودعوا أولدن وبيكملوا طريقهم. بنلاقي ديرول قدر يهرب في الغابة هو والكلب بتاعه، لكنه اتفاجئ بهجوم شخص من الحاصدين قدر يخطف كلب ديرول وهرب بعدها. راح ديرول يدور عليه، لكنه اتفاجئ انه الكلب راح لشخص من الحاصدين ورفض يرجع لديرول. غريبة. وبنكتشف انه الشخص ده هي ليا اللي بتوجه مسدسها ناحية ديرول، وبيخطفوه بعدها، وبنلاقي ديرول داخل زنزانة وبتحاول ليا استجوابه، فبيوضح لها ديرول انه فضل يدور عليها لفترة طويلة، فبتقول له ليا انه بعد ما سابها يأست من حياتها فهربت وانضمت لجماعة الحاصدين بعدها، وبياخدوا ديرول وبيبدأوا يعذبوه بعدها، ولكن ما بتقدرش ليا تتحمل، فبتطلب منهم انهم يسيبوه ويرجعوه على زنزانته مرة تانية. وبيتفاجئ بعدها بفروست وهو واحد من جماعة ماجي موجود في الزنزانة اللي جنبه، قدروا انهم يقبضوا عليه ويعذبوه بعدها. فبيحاول فروست يتكلم مع ديرول، ولكن بيطلب منه ديرول انه يعمل نفسه ما يعرفوش، لانه جماعة الحاصدون بيحاولوا يعرفوا اي معلومة عن ماجي او مكان مدينتهم، وانكر ديرول ليهم معرفتها، فوافق فروست وفضلوا ساكتين بعدها. فبترجع ليا تتكلم مع بوب القائد وبتحاول تقنعه بانضمام ديرول لجماعة الحاصدين، فبيوافق ولكنه بيشترط انه لازم يتأكد الاول من ولائه. فبنلاقي ليا رايحة تخرج ديرول من الزنزانة، لكنهم بيتفاجئوا بحريق مفاجئ، فبيروح ديرول ينقذ ليا بسرعة وبيهربوا بعدها، وبنعرف انه كان اختبار منهم لديرول اللي بيهنوه على تصرفه وانه بقى واحد من جماعة الحاصدين. ولكن بنكتشف صدمة ليا لأنه ما كانتش عندها فكرة باللي حصل. وبيبدأ بوب يتكلم مع ديرول وبيوضح له إنه جنود مرتزقة قدروا يكونوا جماعة كبيرة سموها جماعة الحاصدين. وبنرجع لألكسندرا اللي للأسف بنلاقي سور المدينة ما زال واقع ومش قادرين يبنوه من جديد، وبنلاقي السكان هناك ما زالوا من غير أي أكل، لكنها بتبدأ تبكي لأنها ما كانتش حابة تعمل ده، لكنهم للأسف مضطرين عشان الأشخاص يعيشوا. وبتقرر بعدها تخرج تدور على كوني في الغابة اللي ما زالت حاسة بالذنب ناحيتها لأنها هي السبب في كل اللي حصل لها. وبنلاقي ستيفاني وصلت ليوجين وبتبدأ تعرفه على الأماكن داخل دولتهم، ولكنهم بيوزعوا عليهم جوابات الوظائف اللي هيستلموها الأول. وبالفعل بنلاقيهم بدأوا يفتحوا الجوابات اللي بيكون مكتوب داخل كل جواب فيهم وظيفة الشخص، ما عدا يوميكو اللي بتتفاجئ في جوابها إنها مطلوبة لمقابلة باميلا ميلتون رئيسة دولة الكومانوث. حتة واحدة يا بنت اللذينة.
وبيبدأوا يوجين وستيفاني يتمشوا داخل دولة الكومنولث اللي بنكتشف هناك انهم عايشين حياة طبيعية جدا وعندهم مشاريع، وبنشوف اصحاب المحلات. ولكن بتلاحظ ستيفاني انه يوجين ما زال حزين وقلقان على اصدقائه في الكسندرا، فبتقرر ستيفاني انها هتخليه يكلمهم ويطمن عليهم عن طريق جهاز الراديو. وبالفعل بيقدر يوجين يتواصل مع روزيتا وجوتس في الكسندرا وبيطمن عليهم، ولكن بيكتشف الأمن اللي بيحصل للأسف، فبيقبضوا على يوجين بعدها لأنه استخدم جهاز من أجهزة الدولة من غير تصاريح، وبيكون عقاب يوجين ومجموعته هو نفيهم لخارج الدولة. ولكن بتروح ستيفاني تطلب من السيد هورنز اللي بمثابة وزير للدولة انه يخفف عقوبتهم، خاصة وانها اول غلطة ليهم من وقت انضمامهم للدولة. فبيوافق هورنز على طلبها وبيقرر يكلفهم بمهمة تانية، وهي قتل قطيع زومبي موجودين داخل منطقة قريبة من دولة الكومنولث واللي محتاجين يضموها ليهم، ولكن لازم يخلوها من الزومبي اولا. وبيبدأوا تنفيذ مهمتهم وبيخلصوا على عدد كبير من الزومبي الموجودين في المنطقة. ولكن اتفاجئ يوجين بوجود بنت وولد داخل المنطقة دي، وكانوا على وشك الموت بسبب هجوم شخص من الزومبي عليهم. فراح يوجين يساعدهم بسرعة وقتل الزومبي، لكنه اتفاجئ من رد فعل الولد اللي اتعصب جدا عليه واتضايق من تصرفه، وبيهجم عليه شخص تاني من الزومبي. فبتروح ستيفاني تقتله، وبيجي أثر دمه على البنت اللي كانت معاه، فبيتعصب مرة تانية على ستيفاني. ولكن المرة دي ما قدرش يوجين يمسك أعصابه ووجه له ضربة بعدها. ولكن بنكتشف المصيبة، وهي ان الولد ده يبقى ابن باميلا رئيسة الدولة. ولكن لمح بوب جيش الزومبي من فوق برج المراقبة ولاحظ وجود ماجي معاهم، فبيطلب ديرول من بوب انه يخرج لمهمة ابعاد الزومبي عن المدينة، لكنه بيرفض وبيكلف ويلز وهو واحد من المقربين لبوب بتنفيذ المهمة دي. وبالفعل بيروح ويلز يتواجه مع جيش الزومبي، ولكن بتقدر ماجي ونيجي انهم يخلصوا عليه وبيسيبوه لجيش الزومبي ياكلوه ويمشوا. وبنكتشف في الوقت ده ان بوب قدر يزرع حقل ألغام في منطقة حدود المدينة عشان يفجر بيه جيش الزومبي. فبيخاف ديرول على ماجي ومجموعته وبيروح يقتل حارس الجهة اللي كانت ماجي ونيجين عندها عشان يمنعه من انه يفجرها، وبيرجع ينضم لبوب مرة تانية. ولكن بيبدأ الوضع يزيد خطورة وبيخرج عن سيطرة بوب، فبيؤمر ليا في الوقت ده انها تستخدم سلاح الهواشة اللي بنكتشف انه عبارة عن مجموعة اسهم مرتبطة بصواريخ مدمرة. فبيخاف ديرول على مجموعته في الوقت ده وبيقرر يعترف لليا عن حقيقته، ولكن بيدخل بوب عليهم في الوقت ده وبيأمر ليا انها تستخدم السلاح حالا. ولكن بنكتشف انه ماجي وصلت بجيش الزومبي لداخل المدينة، وبالتالي ضرب السلاح هيكون فيه خطر على جماعة الحاصدون نفسها. ولكن بوب مهموش الامر ده في شيء، وامر ليا بتشغيل السلاح، فبترفض ليا وبيروح ديرول يقتل بوب. ولكن قدرت ليا تسبقه وخلصت هي على بوب، وبلغت الحاصدون بعدها عن طريق الجهاز اللاسلكي بانه ديرول قتل بوب قائدهم. وبنعرف انه ليا عملت كده عشان تقدر تنتقم من ديرول، وفي نفس الوقت تحمي جماعة الحاصدون اللي بقت واحدة منهم. بالليل ليا بدأت تشغيل سلاح الهواشة بالفعل على ماجي والمجموعة، فبتحاول ماجي تهرب بسرعة وبتلاقي نيجين وإيلايجا بعدها، ولكن بيكون إيلايجا مصاب فبيحاولوا يساعدوه بسرعة، ولكنهم بيتفاجئوا بهجوم كارفر وهو شخص من الحاصدون واللي كان رايح يقتل ماجي، ولكن قدر نيجي يوجه له ضربة قوية فقد وعيه بعدها. وبتكون ماجي هتقتله، ولكن بيوصل ديرول في الوقت ده وبيمنعها لأنهم هيحتاجوه عشان يقدروا يخرجوا من المدينة. وبنلاقي ديرول بيتواصل مع ليا من جهاز اللاسلكي وبيبلغها بأنهم لو ما خرجوش من المدينة هيقتلوا كارفر، فبيتقابلوا بعدها عشان يسلموا كارفر لليا ويمشوا بعدها. ولكن بترفض ليا، وبنكتشف انه ليا جهزت قناص يستهدفهم من بعيد، فبيخاف ديرول على مجموعته وبيقرر يسلمها كارفر. ولكن بنتفاجئ بعدها بانه جابرين استبدل مكان القناص وقدر يوجه ضربه لكارفر، فاضطرت ليا انها تخضع وسابتهم يمشوا من المدينة. ولكن خافت ماجي من غدر جماعة الحاصدون اللي ممكن يرجعوا يتواجهوا معاهم مرة تانية، وقررت تخلص عليهم كلهم. وبنلاقي ليا هربت، فبيلحقها ديرول وبيوضح لها انه حاول يساعدها واداها فرصة اكتر من مرة، لكنها هي اللي ما ساعدتهوش، وبيطلب منها انها تهرب لبعيد وما تفكرش ترجع تتواجه معاهم مرة تانية. وبكده يكونوا نجحوا المجموعة أخيرا في السيطرة على الميريديان، وبيبدأ جمع صناديق الأكل اللي هياخدوها معاهم على ألكسندرا. ولكن بتقول لهم ماجي إنها هترجع تطمن على أولدن في الكنيسة، واللي بنكتشف إنه للأسف الشديد مات.
وبتحزن ماجي جدا على أولدن وبتاخده تدفنه بعدها وبترجع تنضم لمجموعتها، ولكنها بتتفاجئ بنيجين اللي بيقول لها انها ما قدرتش تسامح جماعة الحاسدون وصممت على قتلهم كلهم، فأكيد هيجي اليوم اللي هتقرر تقتله فيه لأنها مش هتقدر تسامحه هو كمان. وبيقرر نيجين لأول مرة انه هينفصل عن المجموعة وبيتوجهوا بعدها على ألكسندرا، وبنرجع لجوتس وبنت ايرون اللي ما زالوا محاصرين بالزومبي، ولكن قدرت بنت ايرون تستنجد بوالدها وبتبعت له إشارة بصفارة كانت معاها، فبيسمع ايرون استغاثتهم وبيروح بسرعة يلحقهم قبل هجوم الزومبي عليهم في اللحظة الأخيرة، وبيقدروا يسيطروا على الحريق بتاع الطاحون. وبنلاقي العاصفة بدأت تنتهي وبيوصلوا ديرول وماجي والمجموعة في الوقت ده بكميات الأكل اللي جمعوها، وبيكون الكل مبسوط وفرحانين جدا، ولكن ما بنلحقش نفرح كالعادة، وبنتفاجئ بعدها بوصول جماعة دولة الكومنولث ومعهم يوجين على مدينة ألكسندرا. وبيروح يوجين يحاول انه يطمنهم، وبيبدأ هورنز يتكلم مع مجموعة ألكسندرا اللي بيوعدهم انهم هيساعدوهم على بناء مدينة ألكسندرا وهيلتروب من جديد، وانهم هيستضيفوهم داخل دولة الكومنولث لحد ما تنتهي الإصلاحات في المدن دي. فبيوافقوا المجموعة وبيقرروا يتقسموا المجموعتين، مجموعة هتفضل داخل ألكسندرا يباشروا الإصلاحات، ومجموعة هيتوجهوا على الكومنولث واللي من ضمنهم ديرول وكيرول وروزيتا ومجموعة كبيرة من السكان. وهناك بيبدأوا يستكشفوا دولة الكومنولث اللي بينبهروا بشكل الحياة هناك، وبتقابل كيرول الملك إيزجل هناك مرة تانية، ولكنها بتلاحظ إن تعبه من مرضه ما زال واضح عليه. بنعرف من توني اللي أصبح حاليا طبيب جراح إنه العملية المفترض تتعمل للملك إيزجل لاستئصال ورمه، للأسف قدامها فترة طويلة على ميعادها، فبتقرر كيرول تروح تهادي هورنز بنوع معين من مشروب هو بيحبه، وبتحاول تطلب منه إنه يقدم ميعاد عملية إيزجل. فبيعجب هورنز بتصرفها وبيوافق على طلبها، وبيبلغها إنه هيعينها مساعدة ليه. وبنلاقي ديرول وروزيتا انضموا لجيش الكومنولث، ولكن بيفشل ديرول في أحد التدريبات، فبيكلفوه بمهمة الإشراف على تدريبات سيبستيان ابن رئيس دولة الكومنولث اللي عرفنا قبل كده إنه خلقه ضيق وبيتعصب على الناس كلها. فبتروح روزيتا تنضم لمساعدة ديرول، وبيلاحظوا شخصية سيبستيان ده ضعيفة جدا، وبيبدأ يتعصب على ديرول كعادته، ولكن بيحاول ديرول يتمالك أعصابه لأن ده هيعرضه لمشكلة كبيرة. وبتلاحظهم باميلا بالصدفة أثناء التدريب، وبتتضايق من فشل ابنها الوحيد وبتمشي بعدها. وبيتم عمل حفل لأصحاب المناصب المرموقة داخل الدولة، واللي بنلاقي يوميكو وميرسل اللي بنلاحظ إنه بدأ يعجب ببرنسس حاضرين الحفل. بتقوم باميلا باعتبارها رئيسة الدولة تلقي كلمة للحاضرين، ولكن بنتفاجئ بهجوم شخص على الحفل بيهجم بسكين على ماكس المساعدة الخاصة لباميلا، وبيتهم باميلا إنها شخصية سيئة بتستغل كل الموجودين في الدولة لتحقيق مصالحها، واللي بسبب غلطة بسيطة منه عاقبته بحبسه بقية عمره، وبيحاول يهرب بعدها. فبيأمر ديرول ومجموعة من الحراس إنهم يروحوا يقبضوا عليه، وبالفعل بيقدر ديرول يوصل لمكانه، وبيعرف إن الشخص ده يدعى تايلور، وإنه كان جندي من جنود الجيش. وبنكتشف إن هو الجندي اللي اتهجمت عليه برنسس قبل كده ووجهت له ضربات، فبسبب ده أمروا بحبسه وعزله من الجيش، ومن بعدها أصبح غير قادر على مساعدة أخته وأولادها اللي كان بيصرف عليهم. ولكن بيشوفهم سيبستيان، فبيطلب منه ديرول إنه ياخده هو يسلمه لوالدته جايز تفرح من شجاعته، وبالفعل ده اللي بيحصل، وبيأمروا بحبس تايلور بعدها. وبنلاقي كوني أصبحت صحفية في الدولة، واللي كانت هي وظيفتها القديمة قبل وباء الزومبي. بنلاقي كوني وكايلي بيحاولوا يتوصلوا لمكان تايلور من بعد اختفائه، وبيلاحظ يوجين بعد اختفاء ستيفاني هي كمان، فبيروح يبلغ الحراسات عن اختفائها، ولكن الغريب انهم ما بيدوش اي اهتمام للموضوع. فبيقرر يوجين انه هيحاول يدور عليها هو بنفسه، وبيروح يتكلم مع برنسس اللي بيقول لها انه شاكك في شخص ادعى انه سباك وكان موجود في نفس اليوم اللي اختفت فيه ستيفاني داخل البيت، وان الشخص ده بيروح يزور مكان معين بشكل يومي. بتقرر برنسس ويجين انهم يراقبوه، وبيروحوا يفتشوا بيته اللي بيكتشفوا هناك بوجود كميات من الاسلحه، ولكن لسوء حظهم بيبلغوا الجيران عن وجود شخصين داخل البيت.
بيحزن يوجين وبيروح يقعد لوحده، لكنه بيتفاجئ بستيفاني اللي بتروح تتكلم معاه وبتوضح له الحقيقة، وبنعرف انها مش ستيفاني وانها ماكس اخت مارسيل اللي اكتشف بانه في واحدة من داخل الدولة بتتواصل مع يوجين، فأمر واحدة شبيهة بيها انها تكمل هي التواصل مع يوجين. وبنلاقي الدكتور بلغ الملك إسجل وجيري المساعد الخاص ليه بان ميعاد العمليه اتقدم وان كل التكاليف الخاصه بالعمليه اتدفعت، فبيفرحوا جدا. ولكن بيحاول الملك إسجل يعرف مين الشخص اللي عمل كده، فتفاجئ بعدها بكيرول اللي بتروح تبارك له على انه هيعمل العمليه قريب، فبيفهم بعدها ان كيرول هي اللي عملت كده. وبالفعل بيعمل الملك إسجل العمليه، وبتفضل كيرول وجيري جنبه لحد ما بيقوم وبيبدا يتحسن بعدها. وبنلاقي باميلا وهورنز قرروا عمل زياره لمدينه الكسندرا وباقي المدن لتنفيذ اتفاقيات بينهم، وهناك بيقابلهم ايرون اللي بياخدهم يعرفهم على الاماكن داخل المدينه، وبيقدروا يتوجهوا بعدها على اوشن سايد اللي بيبلغوهم انهم مش هيقدروا ينضموا لهم غير بعد موافقه ماجي. فبيروحوا على مدينة هيلتوب يقابلوا ماجي هناك، ولكنها بترفض الانضمام ليهم لانها مش حابة تفضل تخسر اشياء مقابل انها تحصل على اشياء تانية قصادها. ولكن بيبدأوا عدد كبير من سكان هيلتوب يعارضوا قرارها وبيقرروا ينضموا للكومنولث، فبتحزن ماجي على قرارهم لكنها بتفضل مصممة على قرارها. وفي الطريق بتبدأ باميلا تتعصب على هورنز لانه اخدهم لمجتمعات رافضين الانضمام، لكنه بيطلب منها مهلة بسيطة ينفذ فيها بعض المحاولات. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر ومنتجه ليكم أمنية أحمد وسجلته أسماء مهران.